علاش كنحتفلوا بعيد الفطر 3 ايام وهو في الاصل راه غير نهار واحد؟ قبل ما نجاوبك على هذا السؤال السيدي ويا لاله عيدكم مبارك، الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والهنا وطول العمر، باش ما تقولوليش ما عيدتش عليكم. عيد الفطر السيدي هو واحد العيد اللي عظيم عند المسلمين، كنصليو فيه وكنلبسوا فيه حوايج جداد، واهم حاجه اننا كنحيوا فيه صله الرحم وكنسامحوا مع الاحباب والاقارب. ولكن شرعا في الدين ديالنا هذا العيد راه فيه غير نهار واحد ماشي 3 ايام كما كيعتقدوا بزاف ديال الناس. وصراحه تاريخيا ما لقيتش شي مصادر تاريخيه اللي هي موثوقه اللي كتقول كيفاش حتى ولاو المسلمين كيحتفلوا بعيد الفطر 3 ايام. ولكن كاين بعض الروايات اللي كتقول على ان العثمانيين هما اللي زادوا نهار واحد في عيد الفطر ولاو كيحتفلوا يومين، وموراها غادي يجي واحد السلطان مصري وغادي يزيد حتى هو نهار اخر ولاو المسلمين كيحتفلوا 3 ايام بعيد الفطر. ولكن شرعا عيد الفطر راه كاين غير نهار واحد. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم الفطر ويوم النحر وايام التشريق عيدنا اهل الاسلام، وهي ايام اكل وشرب. وايام التشريق هي الايام الثلاث بعد يوم النحر في عيد الاضحى، وعلى هذا الشيء كنحتفلوا بعيد الاضحى 4 ايام وماشي غير نهار